أنا ياسمين. يلا بينا نبدأ الحدوتة. كان في بنت صغيرة اسمها جنى، بتروح مدرستها كل يوم وهي هادية وبتحب صحابها جدا. بس كانت دايما تبص لصحابها وتشوف هم شاطرين في إيه وتقارن نفسها بيهم. سارة كانت بترسم رسومات جميلة قوي، ومريم صوتها حلو في الغنى، ونور سريعة جدا في الحل. جنى كانت تبص لهم وتقول في سرها: أنا مش مميزة زيهم خالص. في يوم المدرسة قالت: كل واحدة فيكم هتطلع تقول أو تعمل حاجة هي شاطرة فيها. جانا اتوترت جدا، قالت لنفسها: أعمل إيه بس؟ أنا مش بعرف أعمل حاجة مميزة. وهي قاعدة فضلت تبص على صحابها، بس المرة دي لاحظت حاجة مختلفة. مريم كانت خايفة قبل ما تغني، وسارة مش عارفة تبدأ الرسم، ونور وقفت في مسألة صعبة. جانا قامت بهدوء وراحت لكل واحدة فيهم. قالت لسارة: ابدأي بحاجة بسيطة وهتظبط معاكي. وقالت لمريم: خدي نفس كده، صوتك حلو أصلا. وقالت لنور: جربي تاني، انتي قريبة تحليها. وبجد كلهم نجحوا. المدرسة كانت بتتفرج وابتسمت وقالت: يا جنى، انتي عارفة انتي مميزة في ايه؟ جنى هزت راسها وقالت: لا. قالت المدرسة: انتي عندك موهبة انك تفهمي اللي حواليكي وتساعديهم وتشجعيهم، دي حاجة كبيرة قوي. جنى استغربت في الأول، بس بعد كده فرحت جدا. اكتشفت إن عندها ميزة حلوة، بس هي ما كانتش شايفاها علشان كانت مركزة بس في مميزات غيرها. ومن يومها بطلت تقارن نفسها بحد، وبقت فخورة بنفسها. وعرفت حاجة مهمة: كل واحد فينا مميز بطريقته، بس لازم يدور جواه علشان يلاقيها. وانتوا كمان يا حلوين، لازم تبقوا عارفين إنكم مميزين في حاجة. فكر كده، وأنا متأكدة إنكم هتلاقوا كذا حاجة، مش بس حاجة واحدة. تصبحوا على خير يا حلوين.